عامل ايه يا محمد؟ محمد، انت مش شايف الخوذه يا دكتور؟ معلش. عامل ايه هندسه؟ ما انا كويس ما كنتش جيت لك يا دكتور. وبعدين هو حضرتك كنت في كليه هندسه؟ لا انا دكتور. بس ليه؟ يبقى انا الحمد لله كويس احسن منك. مين مطربك المفضل؟ ماجد المهندس. عشان صوته طبعا. لا عشان هو مهندس. مين قالك انه مهندس؟ ده مغني، مش شرط يعني ان هو خريج هندسه. الراجل اسمه ماجد المهندس، اكيد يعني هو مهندس. وبعدين هو يطول ان هو يبقى مهندس. مين ممثلك المفضل؟ فؤاد المهندس. ساكن فين؟ اكيد في المهندسين. ها. برافو عليك يا دكتور. عرفت ازاي؟ ابنك هتسميه ايه؟ المهندس هندسه. بنتك هتسميها ايه؟ انجي. بعدين مين المهندس التعبان اللي عامل لكم العاده دي؟ شغله اي كلام. مش عاجبني. احكي لي بقى يا باشمهندس، مالك؟ احكي لك على ايه ولا ايه؟ احكي لك على الحر والشمس ولا البرد؟ احكي لك على الكرفان اللي من غير تكييف ولا من غير حمام معفن حتى؟ ولا عشان اشرب كوبايه شاي بنزل الموقع ادور على خشبه اقلب بيها الكوبايه؟ ولا تلاقي واحد اكبر مني ب 20 سنه بيسالني اعمل ايه يا باشمهندس وانا لسه اول يوم وهو المفروض اللي يقول لي؟ بس بحس براحه كده لما اطلع السقف من بعد ما يخلص واشم ريحه الخرسانه وهي لسه طازه. ياه شعور لذيذ. ولا المعماريين اللي حاطيننا في دماغهم وعايزين يشيلوا الاعمده بتاعتنا عشان يوسعوا الاوض والحاجه ومحدش مهتم بينا ولا بشغلنا، ويجي معماري يقول لي من غيرنا مش هتعرفوا تعملوا حاجه، احنا اللي بنبني وانتوا مجرد رسم على ورق. وبتقعد مفحوط في الموقع بالثمان ساعات في الشمس، ويا عيني تلاقي بقيه الاقسام كلها قاعده في التكييف وفي الاخر بيقولوا لك انت بتعملش حاجه. احنا الاساس اللي مدورين الشركه. سيبني في اللي انا فيها يا دكتور، ما تقلبش عليا المواجع. تفتكر ايه هي مشكله المهندسين؟ انهم بيعرفوا حاجه عن كل حاجه وكل حاجه عن اي حاجه. فاحنا حرفيا عايشين في جحيم الوعي. انا معاك في كل اللي انت قلته، بس كل الناس بتتعب في شغلها. بس انت محتاج تتواضع شويه وتخف النرجسيه شويه يا محمد. لا يا دكتور مفيش نرجسيه ولا حاجه. وبعدين محمد مين؟ انا هندسه. وهي الدنيا ايه غير شويه مهندسين ومهندسات؟ ومين تاني اسمهم ايه دول؟ البني ادمين يا محمد. يقول لي محمد تاني.